كده preparing. احنا في ايوتها لحظة كده كده يلا هنبقى موجودين على البيج. ان شاء الله. كده لايف فهمي رسمي نظمي. يلا بسم الله. بسم الله. مساء الورد يا داليا، إيه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا جميلة، عاملة ايه؟ لا ده انت عملتي كارير شيفت عظيم، يعني من الهندسة للتخصص في العلاقات الأسرية والتربوية والأخطاء الطفولية، يعني ايه الشيفت ده؟ طيب انا بس ممكن اضيف حاجة. هو انا ما عملتش كارير شيفت لان انا مهندسة معمارية زي ما انا، لان انا بحب العمارة جدا جدا، فلسه بشتغل برضو مهندسة معمارية بس بجانب هايل. بدأت اتخصص في الجانب الأسري والتربوي لان انا عندي قيمة العيلة عالية قوي. حلوة يعني قوي. فكل ما يخص العيلة بقى من تربية، تعليم، تنمية مهارات، اكتيفيتيز، هوايات، دي بالنسبة لي حاجة مهمة قوي قوي قوي. فالحمد لله كده ربنا يسرني كده وبحبه في طريق العلم يعني الحمد لله. لا بس ما شاء الله، يعني انت اخدتي كوتش علاقات وانظمه من الاي سي اف، اخدتي البوزيتيف ديسيبلين، الانياجرام. احنا تقريبا معظم الحاجات دي احنا كنا بارتيشن فيها مع بعض. علم نفس ايجابي، البوزيتيف سايكولوجي كوتش، دبلومه اعداد قاده من جامعه عين شمس، باحثه في الصحه النفسيه. واخدتي شهادات ودورات كتيره قوي في تعديل السلوك، كمان الكبار مش بس الصغيرين. يعني انت كمان بيزيكلي انت بتشتغلي على ال الكبار والصغيرين. وحتى صحيح. لما بنتكلم انا وانت بنتناقش وعايزين نطلع بتوبيك قوي جدا، فكانت الكلمه العظيمه اللي خرجت من بوك هو انه احنا اخطائنا في الطفوله بتاثر على ولادنا. بالعكس، ده هم بيخطئوا نفس اخطائنا، لو احنا ممكن نبقى رافضينها ومش عايزينها، بس احنا ما بنعرفش غيرها، وللاسف بنعملها باي اي كونشس، يعني احنا بنعملها باللاوعي. فازاي انا كأم اكون مثلا رافضه بعض التصرفات اللي حصلت معايا وانا صغيره، او انا اوريدي شايفه ان انا مش عايزه اغلط نفس الغلطات اللي اتغلطت معايا وانا صغيره، او ان انا اوريدي عايزه ابقى احسن مع اولادي واربيهم بطريقتي من غير ما يبقى في حد بيتدخل من بره ويقول لي اعملي كذا. فكره الاخطاء اللي احنا اوريدي كنا بنهرب منها واحنا صغيرين ومش عايزينها نعملها مع اولادنا، ازاي بنعملها من غير ما يبقى عندنا وعي بولادنا؟ في الاخر نكتشف ان احنا عملنا ده من غير ما نقصد، ونخش في دايره جلد الذات ولوم النفس، وان انا عايزه اربيهم بس مش عارفه اربيهم ازاي، والله وانا هتغير ومش همد ايدي عليهم ومش هزعق لهم ومش هتعصب تاني، بس اكشلي برجع اعمل ده تاني وانا مش عارفه اوقف نفسي. ازاي اقدر امسك الحته دي وبجد اخد اكشن للتغيير، وابقى ام مش وحشه ومش بلوم نفسي، وابقى عارفه بربي ولادي بطريقتي، وابقى بطوع العلم اللي انا بتعلمه او بشوفه على السوشيال ميديا، لان دلوقتي بقى فيه a lot of awareness، بقى فيه وعي عالي قوي. ازاي اطبق ده، وازاي اغير نفسي، وازاي اقدر اساعد ولادي، ازاي ما اتعصبش، ازاي مش نفس اللي كان بيتعمل معايا. تمام. ناخد نفس انا اهو. ونقول بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الموضوع فعلا كبير. أخطاء التربية اللي حصلت معانا في الطفولة هي بتأثر فعليا علينا، وإحنا دلوقتي في سواء بقى إحنا مربيين أو داخلين على تجربة التربية أو حتى أشخاص عاديين بنتعامل في الحياة العادية بتاعتنا. إزاي؟ إحنا عندنا عقل واعي وعقل لا واعي. العقل اللاواعي بتاعنا ده بقى اللي فيه كل الدرر، ده الصندوق الأسود اللي مقفول على كل حاجة، مقفول على مشاعر مكبوتة نتيجة ممكن مواقف كانت مؤذية بالنسبة لنا، مواقف محرجة، مشاعر حزينة نتيجة فقد أو صدمات أو حاجات اتعرضنا لها وإحنا صغيرين، ذكريات كتير احنا تعرضنا لها من اول لما بدأ الادراك بتاعنا والوعي. واختلفوا بقى الاطباء في الموضوع ده، وهم بيحددوا هل الذاكره عند الاطفال بتبقى من سن سنتين ولا قبل السنتين. هم قالوا فعليا بتبقى في المرحله ما بين 2 ل 4 سنين، دي الذاكره بتاعت الولاد بتحتفظ بالذكريات. فده يقول لنا ان الامهات اللي عندهم اطفال بيبي صغيرين في مرحله من 2 ل 4، اي حاجه حصلت قبل الاثنين خليكي رحيمة بنفسك إن شاء الله مش هيفتكروها. يعني لو ضربنا، زعقنا، شدينا زي أي أم مصرية كان في حرب شباشب، أي شيء من الحاجات دي مش هيفتكروا إن شاء الله. المرحلة بقى من 2 ل 4 دي لو حصل حاجة واتخزنت فعلا في الذاكرة، فبرضه هنحب أطمن الأمهات إن كل فعل سيء بيقولوا لو عملنا من 4 ل 5 حاجات إيجابية بتتمسح بإذن الله.
فالحمد لله عندنا استني ايه. بقى اقف عند الحته دي مهمه قوي، علشان احنا بنجلد نفسينا كل يوم بالليل، بنجيب اه نفسينا كده اللي هو الكرباج ونجلدها. انا ازاي عملت كده؟ انا امي الشريره، انا مش هعرف اتغير. يا جماعه احنا بشر بنغلط، وكمان الابحاث والدراسات طلعت إن إحنا ممكن نعمل غلط واحد نعمل قصاده 4 أو 5 حسنات. يا جماعه ممكن نعمل حاجات حلوه لولاد 4 أو 5 اضعافها وبتتمحي، ما بالظبط كده. بتتش تاني. قلتي كلمة حلوة قوي، ان دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بقى عندنا الاويرنس بقى عالي، يعني بقى عندنا وعي يعني اي حد نفسه يتعلم حاجة او يغير عنده حاجة بقى عنده سبل كتير جدا، اما بيتفرج على حاجة على السوشيال ميديا او بيحضر كورسز او بيروح لمتخصص او ابسط حاجة بيقرا كتاب او يسمع برنامج في الاذاعة او على اف ام او اي حاجة. فما بقاش عندنا عذر ان احنا نقول ان انا ممكن اتعلم. طيب هو انا محتاجة اتعلم ليه بقى؟ لان احنا محتاجين بس نأسس كده حاجة مع نفسنا، ان زي ما احنا قلنا محدش بيغلط. ما فيش حد اصلي ما مش حد بيغلطش، كامل، كلنا بنغلط. كلنا بنغلط. فالاب والام اللي هم ابائنا واجدادنا، يعني ربنا بقى يرحم اللي توفاهم الله ويكرم اللي لسه عايشين منهم، هم اجتهدوا في تربيتنا على حد علمهم. حلوه قوي الجمله دي في الجون. معلش ما تحملهمش فوق طاقتهم، ذنب. حتى لو هم غلطانين، حتى لو هم غلطانين، لان الوعي بتاعهم في الفتره دي كان لغايه هنا. وطبعا في اختلافات، لان كل قاعده استثناءات، في ما شاء الله اباء اجتهدوا وربوا اطفال اسويه طلعوا شباب اسويه، ولكن في اخطاء حصلت في البيوت. ما فيش بيت ما فيهوش اخطاء عشان بس نبقى دي متفقين. حقيقة. دي حقيقة. ولكن في احنا اخطاء. نفسنا حتى برغم كل العلم والتعلم اللي احنا وصلنا له، ولسه في ما زالت رحلة التعلم والإيمان، اللي احنا لسه بنغلط. طبعا دي بس بيفرق. فطرتنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا. بالعكس، ده يعني ربنا قال خير الخطائين توابون. يعني ربنا بيحب جدا العبد اللي بيغلط ويرجع يتوب له. ربنا بيحب جدا ان انت تغلط وتتعلم وترجع لي. بالظبط كده. يعني فرق بقى. فكرة ان احنا بيرفكشنزم او مثاليه ماشيين طول الوقت 100% على الخط المستقيم، ده مش موجود. ما فيش طبعا لان ما كامل الا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كمال البشر، لكن اصلا ما فيش كمال بشري، احنا كلنا عندنا نقص وكلنا بنغلط. والاخطاء زي ما احنا خدنا في البوست ديسيبلين كده، الاخطاء وسيله جيده للتعلم. طيب المهم بقى ايه، ما دام بقول الاخطاء وسيله جيده للتعلم، يبقى انا دلوقتي لو سعيت ان انا اعرف المشكله اللي كانت عندي ايه في الماضي واثرت على سلوكي في الحاضر، وسعيت ان انا كمان احاول احلها، ده انا كده عندي وعي بفعله. فانا مثلا لقيت نفسي ان انا عصبيه. كلمه عصبيه دي كلمه مطلقه واسعه قوي. طب انا عصبيه ليه؟ كل حاجه سلوك انا بعمله وراه قصه، لازم اعرف سبب العصبيه. هل انا مضغوطه؟ هل انا مش قادره اتحمل فكره ان انا عندي طفل صغير بيعيط ومحتاج رعايه كتير، وانا مثلا بشتغل ورايا حاجات؟ هل العلاقه مع زوجي مش كويسه فبتاثر عليا، لان ده عامله لي تريجر في حته معينه فبتخليني متعصبه مش قادره اتعامل مع اولادي؟ هل انا كنت اوريدي وانا صغيره كنت بتقابل من الخمس حاجات اللي هنقولهم النهارده مع بعض ان شاء الله، كنت بتعرض لحاجه من الخمسه دي، فكل ما اتعامل مع اولادي افتكر حاجه منهم فببتدي اتعامل بنفس الاسلوب ونفس عايزه اقول لك الكلمات بتتقال نفس الكلمات، تون الصوت بيطلع بنفس تون الصوت، مع اني صح. انا رافضاه في الماضي، ولكن بيطلع لانه ما اتمحاش زي ما اتفقنا. الصندوق الاسود بتاعنا اللاواعي مخزن كل الكلام ده. فبدايه لازم اقول انا عندي مشكله، يبقى بدايه الحل في الاخطاء اللي حصلت في الماضي. اول حاجه انا مش هعول على شماعه بابا وماما، خلاص انا دلوقتي راشده عاقله اقدر اتحمل مسؤوليه نفسي، انا مسؤوليتي دلوقتي النهارده. يبقى رقم واحد ان مفيش شماعات. رقم اتنين احدد المشكله، ايه نوع المشكله انا عارفاها وحاطه ايدي عليها. هل انا مثلا عندي خوف من الرفض؟ هل انا عندي حاسه بالظلم؟ هل انا عندي تروما حصلت لي في الماضي؟ احط ايدي على المشكله. وانس حطيت ايدي على المشكله يبقى انا بدات في الحل. رقم ثلاثة، احط المنهجيه اللي هتبعها عشان احل المشكله. هل انا محتاجه اخد كورس مثلا؟ هل محتاجه اروح لمتخصص سواء كوتش او حد استشاري او حد معالج او حتى طبيب نفسي؟ لان بعض الحاجات دي لما بتصل لمراحل عاليه قوي لا محتاجين تدخل طبي عشان الدواء، لان احيانا يعني كميه المخ اضطرابات. بتتاثر. فاحنا اضطرابات نفسية محتاجين جديدة. نوصل بقى لمرحله ما ينفعش معاها اللي هو بس المعالجات زي ما احنا بنعمل مثلا زي سي بي تي او دي بي تي او الايه او الاكت او الحاجات دي، لا بيبقى محتاجين تدخل دوائي. فالمرحله الاكبر ان انا محتاجه اروح لدكتور نفسي عشان الدواء اللي هو الجزء العلاجي يبقى موجود معايا. محتاج اشتغل، او ابسط حاجه ان انا محتاج حد ثقه معايا من المحيط الدايره القريبه ليا،
او حد من دايره الصحاب ثقه، واقول ثقه احط تحتها 50 خط، ما بيحكمش، مش هيديني نصايح ويقول لي ما الناس كلها كده، هو انت ليه مكبره الموضوع؟ لا، يقدر يسمعني لفضفض. احيانا بعض الحاجات لما فضفض وتتضح الامور قدامي ممكن تتحل، وفي حاجات لا، محتاجه حد متخصص. طيب نيجي بقى نقول انا خلاص دلوقتي بقى اتفقنا، اول حاجه مفيش شماعات، بابا وماما شكرا جزاهم الله عنا خيرا، عملوا اللي عليهم بالحلو وبالايه وبالسلب والايجابي. خلاص كده. رقم 2، انا محتاج احدد المشكله. حددت المشكله، محتاج اعمل ايه؟ ابتدي اخد خطوه في طريق الحل، ان انا ابحث هل المشكله بتاعتي دي محتاجه متخصص، كوتش او معالج او دكتور؟ هل محتاج اخد كورس؟ هل محتاج اروح اشترك في مجموعه علاجيه؟ هل محتاج ان انا بس ممكن اتابع برنامج على السوشيال ميديا فيبتدي اعرف الخطا اللي كان حصل ده ايه وابتدي اتعالج ازاي؟ مفيش. لقيت الموضوع بسيط بعد ما عملت دي كده، فممكن يبقى انا محتاجه اسعى لحاجه واحده، ان انا اشوف حد ثقه في الدايره القريبه مني، ابتدي اشاركه باللي انا بحس بيه وابتدي افضفض معاه علشان اخرج بس الشحنه وهنشوف ازاي ده ممكن يحصل. طيب عملت كل ده وخلاص، عندي بقى مرحله، انا دلوقتي عرفت المشكله وسعيد فيها، عندي مرحله الايه؟ التدريب، الممارسه. لازم اختبر نفسي في المواقف الحياتيه. يعني مش رحت اخدت الكورس هتدك على الزرار انا بقيت زي الفل هروح اتعامل مع اولادي كويس، لا. لا. لازم ادي لنفسي فتره سماحيه ان انا اجرب مع نفسي اللي اتعلمته واطبقه، وكمان ايه بقى، يروح اسمح لنفسي اغلط، لان الله. مش همشي من اول مره، لا. لازم ادي لنفسي، ابقى حاطه كده تهيئه. داليا انت عندك كذا كذا وتعلمتي كذا كذا، خلي بالك انت مش هتنجحي من الاول، انت ممكن تنجحي وتقعي وتقومي وتنجحي وتقعي وتقومي وهتفضلي كده. بس اللي هيفرق ايه بقى؟ ان الغلطه المره دي بوعي. حلوة قوي. الغلطه زمان اللي كان بابا وماما بيعملوها معانا مثلا ما كانش وعي، ما كانش عندهم وعي. لما كنت بضرب ولادي في الاول ما كنتش عارفه انا بضربهم ليه، لكن دلوقتي عرفت انا بضرب ليه، لان انا كنت بتضرب وانا صغيره. فدلوقتي لو رحت ولسه هرفع ايدي وامد ايديا وخلاص وهم وقفوا كده، انا بقيت عندي وعي ان ممكن اوقف نفسي، لان مش عايزه اغلط تاني واعتذر. انا اسفه ما كانش قصدي، انا انفعلت زياده. وده يعلمنا مش عيب ان انا اعتذر لولادي، بالعكس خالص. بالعكس ده انت هتخليهم يحترموكي ويتعلموا منك ثقافه الاعتذار. طيب ايه رايك لغايه دلوقتي؟ لا، حلوة قوي فكرة ان انا كأم ابقى عندي الريسبونسبيلتي، المسؤولية الشخصية في ان انا ابقى مسؤولة عن افعالي. ده في حد ذاته نص العلاج. بالظبط. يعني ان انا ابقى عارفة ان انا عندي مشكلة، مش عايشة في دور الضحية، وان انا اتحمل مسؤولية ان انا اغير نفسي واطورها وارحم بنفسي واثق بيها، وابقى عارفة ان انا في مراحل الوعي دي اوصل للي انا عايزاه، بس محتاجه شويه وقت وتدريب ببراكتس كمان. ده في حد ذاته حاجه رائعه خطيره. اهم منه انت قلتي جمله في منتهى الخطوره، ان يبقى عندي حد في التجربه مني ابقى واثقه فيه، يبقى الجايد بالنسبه لي، يبقى هو ده الحد اللي انا ممكن اقدر اعتمد عليه بان انا ابقى احسن، سواء كوتش او ثيرابيست او دكتور، علشان خاطر يبقى النور اللي جاي من الشخص ده يبقى بيساعدني ان انا ابقى احسن. لان الشخص ده مش هيحكم، مش هينتقد، مش هيلوم، يوبخ، مش هيبقى في نظرة منه خارجة مني تحسسني ان انا وحشة. يعني احنا بالظبط. بنتعلم تيك كير قوي حتى من الفيس فيتشرز والبادي اللي احنا بنبقى قاعدين فيها قدام البيشنز. إيه، خلي بالك قوي نظرة عينيكي، ملامح وشك، بقك راح فين، جسمك قعدته عملت ازاي، حاجات بنتعلمها علشان فعليا اكشلي هي بتتنطق يعني تلقائي للبيشنت قدامنا. ساعتها اوريدي ممكن يحكم على نفسه وهو قاعد، طب انا مش جاي لها تاني، مش جاي له تاني بنظره انا مش عايزه اشوفها. ده عمل لي بنظره كده حسيت فيها ان انا ما كنتش المفروض اعمل كده، انا مش عارف ايه. ليه يروح؟ لان اللي عنده جروح من الماضي او صدمات من الطفوله او عنده تروما، هو انسان ضعيف قوي، هو مجروح قوي، هو عايز اللي يطبطب عليه. بس مش طبطبه بس من نظره الشفقه او ان انا متعاطف وبس، لا. هو الشخص اللي انا هلجأ له الثقه ده هو هيبقى كمان معايا، اللي هو بقى الحد المختص، الثقه المختص ده هيبقى معاه عنده ادوات وعنده تكنيكس، هو بيمشيني في الجيرني معاه بالطريقه دي عشان هو عايز يوصلني من A ل B
بطريقه صحيه تنقلني من مرحله الصدمه اللي انا فيها او مرحله الضعف اللي انا فيها لمرحله ابقى عندي وعي بنفسي وابقى قادر اتعامل مع الاخطاء دي وابتدي كمان احسن في جوده حياتي صح. عشان ما تاني. فده مهم قوي ان انا ابقى واثق في الشخص ده، ابقى مادام انا اتحملت الامانه وهساعد الناس يبقى لازم اتواجد معاهم، ومبقاش زي ما انت بتقولي ولا لوم ولا مقارنه ولا احكام ولا واتعامل برحمه. احنا ينقصنا دلوقتي يا روح في الزمن اللي احنا فيه ان احنا نرحم بعض. الرفق. فمحتاج، واحنا عندنا من الدين بتاعنا الرفق واللين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الاكثر حاجه يعني في حسن الخلق اللي هو كان صلى الله عليه وسلم بيتصف بيها الرفق واللين مع الكبير والصغير، مع الضعيف والقوي. فاحنا محتاجين نبقى رفقاء بانفسنا الاول، وبعد كده نبقى رفقاء بقى كمان ايه بقى في الرحله اللي احنا ماشيينها واحده واحده، ما نستعجلش النتائج. بل بالعكس، الناس اللي بتبقى عايزه تستعجل النتائج على فكره عايزه اطمنهم في لقطه، يعني عشان احنا سبقناهم يمكن شويه في رحله الوعي، بس صدقوني الرحله دي مثمره جدا طول ما انت ماشيه. طول ما انت ماشيه يطلع لك كده علامه بيقول لك انت ماشيه صح. انت مش مستنيه ان انت تتغيري بعد 15 20 سنه، لا، ده انت ممكن تلاقي نتيجه في خلال 6 شهور وسنه، مجرد ان انت بداتي الخطوات فلقيتي ان انا ده انا بقيت اهدى سنه، ده الموقف ده ما بقاش بيعصبني، ده انا بقيت اطبطب على ابني وابوس واحضنه، ده انا بقيت عصبيتي اقل شويه. بقينا نبقى حاسين ان في تغيير بسيط في الرحله بتاعتنا. احنا مش مستنيين النتيجه العظيمه. النتيجه العظيمه دي مش هتيجي بين يوم وليله. احنا محتاجين بالظبط كده، بالظبط نفسك كده. عشان تشجعي نفسك. هتشوفي العلامات البسيطه دي تقول لك برافو، هايل، وصلتي للي انت عايزاه بخطوات بسيطه. حلو جدا. وعايزين نقول بقى ان الرحله احنا اتفقنا هي رحله، فاحنا بنستعد الرحله بنبقى ايه، اي رحله بنطلعها بنستعد ليها. انا محتاجه اقول لكم كمان ان من الحاجات المعينه قوي 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 على الاستعداد لرحله التغير من اخطاء الطفوله، حاجه مهمه قوي قوي قوي، ان انا استعين بالله عز وجل. انا محتاجه اطلب من الله العون ان هو يعيني في هذه الرحله وينير بصيرتي للسبب الدنيوي اللي هو الدكتور او المعالج او المختص او whatever انا استعمل ايه، يبقى ده السبب اللي انا مختاراه يكون فيه ان شاء الله خير. الحاجه كمان اللي بعد كده ان انا محتاجه اكثر من الدعاء. الله عز وجل يحب العبد اللحوح، فانا محتاجه اكثر من الدعاء ان ربنا يعيني في هذه الرحله. والسر الخطير الصدقه، نتصدق بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يساعدنا في رحله التعافي دي، وان هو يعيننا. احنا بنتكلم دلوقتي احنا بنتعافى من جروح الطفوله عشان والتربيه اللي خطا اللي حصلت عشان نعين انفسنا على تربيه اولادنا، وفي الحقيقه المعين هو الله عز وجل، لان المربي على الحقيقه هو الله عز وجل. فاحنا محتاجين نستعين بالله على امورنا وعلى ان احنا نصلح انفسنا لكي نصلح ابنائنا باذن الله ان شاء الله. طيب ندخل الرحله بقى. الموضوع كبير قوي قوي في لا اخطاء. بس انت بسطتيه علشان خاطر نطمن اي ام بانه والله الرحله مثمره، ان شاء ممكن الله. تكون طويله حبتين وهتحبي ان انت تكملي فيها. هتحبي يعني نقطه ان انت يا المشوار لسه طويل ولسه هعمل ده فخلاص بقى واقفل وانام واكمل حياتي، لا، مثمره وهتحبي تكملي فيها وهتلاقي نتائج طول ما انت ماشيه. ولو ابتديتي النهارده هتلاقي نفسك في نفس اليوم بعد سنه 365 يوم غيرتي فكره كل يوم ب 365 فكره. بالظبط. حلو. انه انت كل يوم بتدخلي فكره ايجابيه وبتجربي تطبقيها، فانت عندك بعد 365 يوم 365 فكره. بالظبط كده. محتاجين بقى معانا كمان ان احنا نبقى عندنا صبر، ما نستعجلش النتائج. رحلتنا ونفتكر او ان ليس الانسان الا ما سعى، فانا في رحله سعي في التغيير وما توفيقي الا بالله، النتيجه على الله عز وجل. انا بسعى وبقول يا رب. من الحاجات اللي انا لقيتها بقى احنا بنبحث، انا قلت لكم الموضوع كبير قوي والاخطاء كتير اللي تعرضنا لها والصدمات وكده، في 5 حاجات كده اخترتهم وحسيت ان هم 5 حاجات اساسيه ممكن تكون يعني موجوده عندنا somehow في اي شكل يعني. اول حاجه الخوف من الهجر، ان انا احس بالوحده. الاطفال اللي تعرضوا لده في طفولتهم نتيجه بقى انفصال اب وام، ده اقل حاجه من الهجر. او النوع اللي بعده ان حصل ان في اطفال بتتولد او لا ابائها مش عايزينهم اصلا فبيسيبوهم مع اي حد يربوهم، لان هم موجودين وعايشين مع بعض بس هم بيتربوا في حته تانية، فده نوع من الهجر. الاطفال الايتام
لما بيتربوا في دور رعايه، هم ما عندهمش اب وام، فده بيعتبر عندهم نوع من الهجر، هم مش موجودين، ما يعرفوش هم مين. الا طبعا لكل قاعده استثناء ان في دور رعايه بتأدي الدور ده كويس جدا وما بتحسسش الاطفال دول بقيمه الهجر، ان هم ما لهمش عيله او انتماء لحاجه معينه. هنقول خلينا على الأرض الواقع، إن الأطفال اللي هم اتربوا أو الشباب، يعني إحنا طبعا في الرحلة بتاعنا نتكلم وإحنا في مرحلة الطفولة أو مرحلة الشباب اللي هي بتأثر علينا في مرحلة النضج بتاعنا، أو مرحلة فيما بعد البلوغ، اللي هو بقى بنتكلم أي حد أب وأم أو حد مستعد للزواج، في سن الزواج. حتة إن أنا اتربيت في بيت فيه أب وأم، ده بيديني أمان، فأنا ما اتربيتش في البيت ده فعندي الأمان مضروب. فدايما عندي صورة إن الطلاق هو صورة للهجر، إن أنا خلاص أنا مش موجود، أنا بابا وماما هيتخلوا عني في أي لحظة. في أطفال بتتأثر بفكرة الطلاق حتى لو ما حصلش جوه البيت، يعني خالته مثلا اتطلقت، عمته اتطلقت، صاحبة ماما الأنتيم اتطلقت، ده ماما عمالة تحكي طول الوقت عن تجارب الطلاق بتاع أصحابها. وبتحكي ايه بقى؟ في طلاق بيبقى محترم، لان الطلاق ده جزء يعني سبحان الله من شرع الله عز وجل، ممكن تستحيل العشره بين الزوج والزوجه، ولكن بيبقى دور الاب والام قائم كويس جدا، وفي ناس محترمه بتبقى فاهمه ده. لكن في بقى على ارض الواقع في مهازل بتحصل، فالاطفال بيعيشوا بقى تجربه سيئه، سواء تجربه خاصه بيهم او مؤلمة خاصه بحد يعرفوه. مؤلمة جدا. فبيتربى عندهم حته ان انا اي لحظه بابا وماما ممكن يتطلقوا، بابا وماما ممكن يتخلوا عني. فبيبقى عندهم دي حاجة مترسخة داخليا في المشاعر بتاعتهم، ومترسخة في العقل اللاواعي، وبيكبروا بيها. فالبنت أو الولد اللي هو وصل لسن الزواج بقى وهيتجوز، تفتكري هو داخل تجربة الزواج وعنده معتقد عامل ازاي؟ لا، عنده معتقد ان انا في اي لحظة هتطلق، في اي لحظة جوزي هيسيبني، في اي لحظة مراتي ممكن تعمل زي ماما وتسيبنا. يعني الكيسز لما بتيجي في الاستشارات ونشوف ان حد عنده يعني عنده هلع ان ممكن خناقه معاه مع مراته، ومراته ممكن تسيب البيت، فنقعد ندور 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 نلاقي اصل ماما عملت كده، ماما جت في لحظه وقالت انا مش لعبه وسابتنا لبابا، او العكس، احنا صحينا ما لقيناش بابا، فانا خايفه ان جوزي يعمل معايا كده، يجي في وقت مع اول خناقه يسيبنا او يسيبني، يعني سواء بقى هي عندها اطفال او ما عندهاش، فتفضل طول الوقت مهدده بفكره ان انا هيسيبني، الهجر. فتبدا لو حصل بقى خناقه تريجر، ده بيتخانق عشان يسيبنا، ده بيتخانق عشان مش عارفه يعمل ايه، ده انا. وممكن بقى يحصل بقى اما تبقى شخصيه مسيطره الزوجه دي، او تبقى شخصيه ضعيفه بتسعى لارضاء زوجها باي طريقه لان هي خايفه من الهجر. طب ده يبقى بيتضح بقى في التربيه ازاي؟ ان طول الوقت الام الخايفه ان جوزها يسيبها دي، ما تعملوش كده عشان بابا ما يسيبنيش، احنا لازم نحافظ على بابا، تعظم بقى في الاب جدا، وتخلي ولادها دايما خايفين ان بابا ممكن يسيبها، فيتولدوا لهم الشعور ان هم في اي وقت بابا ممكن يسيبهم. فتخيلي خوف الام اتنقل لخوف الولاد. او يشوفوا الام مثلا شخصيه مسيطره قوي على الاب، وعايزه بقى ايه، عارفه المثل اللي هو اسقطي له ريشه عشان يبقى تحت جناحك ده تقريبا. بتلاقي بقى الام مسيطره وعامله كده لان هي خايفه ان جوزها هيبقى معاه فلوس فيسيبها يروح يتجوز عليها، عشان بابا عمل كده، عشان خاله عمل كده، عشان صاحب بابا عمل كده، اول ما جاله فلوس ايه اللي حصل؟ سابنا وراح اتجوز وما عادش بيصرف علينا. ومش بس شايف؟ خاله، ده انت بتتكلمي على كونسبت عام الستات كلها واخداه في دماغها، مجرد ما هيمسك قرشين في ايديه اول حاجه يعملها انه يتجوز عليا، يعني مش بس حد يكون قريب مني عمل حلوه. ده كوتش او مبدأ تطورته الاجيال. اوكي، خلينا نقول ان احنا في عوامل بتساعد في تكوين المعتقدات بتاعنا، منها التربيه، الاب والام طبعا ده رقم واحد، المدرسه، المجتمع، السوشيال ميديا. فكل دول بيشكلوا في الوجدان بتاعنا، بيشكلوا في ملامح الشخصيه، وفي المعتقدات، وفي طريقه التفكير، وفي طريقه التعايش. يعني مثلا لو مثلا جم فتره كده في الاعلام بداوا يركزوا على فكره الخيانه الزوجيه، هتلاقي الستات كلها اتبرمجت ان جوزك خاين. يا ست، مين قال في اي بوادر؟ لا، ما هو هيخون، الرجاله كلها خاينين، اللي هو فكره التعميم، اخطاء تفكير بقى كله تعميم، اتبرمجوا. يعني انت متخيله ان ممكن يبقى عندي خطا جاي منين؟
ان انا فاكره من وانا صغيره اتفرجت على مسلسل كذا فشفت كذا فتاثرت قوي فبقى عندي الفكره دي. ممكن يبقى معتقد جاي من كده. احنا محتاجين وعي يعني في الجون عشان نقدر نلقط نفسينا. بالظبط. فلو انا لقيت نفسي بدات اعمل حاجه سلوك من السلوكيات دي، لقيت نفسي بيحصل لي تريجر مع زوجي مثلا كزوجه على حاجه دي، يبقى انا عندي حته الخوف من الهجر. فانا محتاجه اطمن وابتدي اشوف اتتبع هو ده جاي لي منين، المعتقد اللي جوه ده اللي متخزن في اللاواعي بتاعي ده جاي منين. ده خطأ. ده خطأ حصل لي في التفكير نتيجة ان انا حصل لي حاجة في الطفولة بتاعتي او في الشباب بتاعي، ضربت عندي المعتقد الاصلي ان الناس كلها ان الاسره مترابطه، ان الزوج ما بيسيبش مراته، ان ما فيش خيانه، ما فيش. لا، ده في حاجه ضربت، محتاجه اعرف جت منين عشان ابتدي احل. ده بقى دور بقى الكوتش، دور المختص، دور المعالج. وعايزه اول حاجه برضو نحطها برضو من القواعد اللي هنأسسها، فكره ان الماضي بنرجع له عشان نستفيد منه في دروس مستفاده، مش عشان نقعد فيه ونستك ونقعد وعايشين. لا، احنا بنزوره عشان ناخد منه درس ونرجع تاني لو هيفيدنا في الحاضر. لو مش هيفيدنا في الحاضر اخليه قاعد باي باي مع السلامه وخلاص. احنا النهارده، ومش اي حد يفتح في الماضي برضو، دي للثقه. مش اي حد يفتح معانا في الماضي، لان جروح الماضي لو اتفتحت وما اتقفلتش كويس زي بالظبط الجرح بتاع جسمنا، لو اتفتح وما اتنضفش كويس بيتلوث وبيعمل مشاكل كبيره. فعشان كده بنقول ندعي ربنا ان هو يلهمنا لحد ثقه، لو هنطلب مساعده يبقى ده ثقه معانا. الكوتش برضو عشان الامانه، الكوتش مش بيعالج ماضي، عشان برضو نبقى عارفين. طيب نيجي بقى ل الرفض. الرفض. الرفض بيجي منين تفتكري يا روح؟ انا ممكن احس ليه باحساس الرفض؟ انا ممكن احس ليه باحساس الرفض نتيجه الرفض اللي انا حاساه من الانفايرمنت اللي انا عايشه فيه، وان انا بتنقد طول الوقت، وان انا مفيش حاجه بتعجب بابا وماما، وانه انا مهما عملت انا مش كويسه. انا في الاول وفي الاخر طفله وحشه، انا طفله نكره. تمام. يبقى انا وانا صغيره، هندي اكزامبل كده بسيط. انا وانا صغيره مثلا رحت المدرسه وجبت الفول مارك مثلا في ماده من المواد، ورحت اقول لماما: ماما انا جبت الفول مارك. فانا متوقعه ان ماما ايه، هتفرح بيا، هتعمل لي فرح، انا جبت الفول مارك. فلقيت ماما بتقول لي: ماشي ماما انا جبت الفول مارك وتعبت قوي. مش وقته، مش وقته. ايوه يا زينه، ازيك عامله ايه؟ فانا اترفضت من ماما مع اني جايبه الفول مارك، وماما فضلت صاحبتها عليا. فتوصل لي ايه بقى؟ ان انا مش مهمه عند ماما، ان مهما عملت ماما مش شايفاني اصلا. فابتدي اعلي بقى، اعلي، عايزه اجذب انتباه ماما، عايزه احس ان انا مرغوبه من ماما، عايزه احس بالحب من ماما، فابتدي اسعى لارضائها. فابتدي افكر هي ماما ممكن تقبلني ازاي، ما انا حسب احساس بالرفض. دخلنا في مشكله لفت الانتباه، سوء سلوك. فابتدي بقى في اطفال يبتدوا يعملوا سلوكيات خاطئه عشان يجذبوا الانتباه، عشان هم اترفضوا مره فعايزين يلفتوا الانتباه. وفي اطفال تانية تبتدي تبقى ايه، people pleaser، تسعى لاسترضاء الاخر عشان ما تحسش بالرفض. صح. كان في مشهد كده ظهر لي على اليوتيوب من على الفيسبوك قصدي، من يومين. واحد بيحكي قصه، يعني ان هو باباه رفض يعترف بيه من هو صغير. يعني هو اتجوز والام خلفت، وهو تقريبا ما كانش عايز الام تخلف، فرفض يعترف بيه. فالولد ده طول عمره نفسه يشوف باباه ويقول له انا كويس عشان يقبله ويعترف بيه. فالولد كان بينجح ووصل لغايه ما بقى دكتور. وللصدفه ان باباه كان بيبني مستشفى، فراح يقول له، بس يقول له يفرحه: بابا انا بقيت دكتور. بس هو في اللاوعي بتاعه عايز يقول له ايه؟ بابا اقبلني، انت رفضتني زمان لكن انا دلوقتي بقيت حاجه كبيره، اقبلني، انا موجود، انا عملت انجاز لو واقبلني. وصلت لايه هتبقى فخور بيا.
بالظبط، هو رايح علشان يقول له انا بابا، انا بقيت دكتور، اقبلني، انت هتبقى فخور بيا بعد كل السنين دي. وكانه عايش كل السنين دي باحساس ان هو ما يستاهلش ان هو يبقى ابنه، لانه ما عملش حاجه تخليه يحبه. فلما خد بقى دكتور، راح يقول له انا بقيت دكتور. حب مشروط. بالظبط. الاب للاسف الشديد ما ولا كانه حاجه، الولد انهار نفسيا. وعايزه اقول لك ان والد عنده شعور الانتقام، فعايز ينتقم من ابوه. فالرفض بيولد انتقام، الرفض بيعمل عدم ثقة بالنفس، شخصية مهزوزة. الرفض ممكن يحولني لشخصية تسعى لإرضاء الآخرين، people pleaser. الرفض يحسسني إن أنا لا أستحق، عشان كده هما بيحبونيش. عشان كده في أمهات وأبهات بيكبروا بيبقوا خايفين من الرفض المجتمعي، عشان كده تصرفاتهم دايما بيبقى فيها ضغط عليهم وعلى أولادهم، علشان أنا خايف يتقال عليا كذا. بالظبط. ففكرة إنه لحسن ماما تقول، لحسن بابا يعيد، لحسن مامتي تقول، لحسن عم الولاد يعيد، لحسن خالتي تعيد، عشان وتلاقي الأم دي عايزة توبخها ال10 شمع، وبتحاول ترضي كل الناس وترضي ولادها كمان. الأم دي بترضي ولادها، يعني لو ابنها أو بنتها طلبوا أي حاجة عشان ما يرفضوهاش، علشان ما يعني إيه، هي عايزة تحس إن هما بيحبوها، تعمل لهم كل حاجة. احنا كده دخلنا في بامبرينج. فالرفض، شوفي، ممكن موقف صغير في الطفولة يتحفر ويفضل مأثر معايا سلسلة طويلة في حياتي، لا إما يخليني شخصية مهزوزة وضعيفة، لا إما يخليني شخصية قوية بس قوتها في الخطأ إن هي تسعى للانتقام. وهنشوف برضو شعور الانتقام ده ممكن يجي إزاي. ما هي اكستريم كده للأسف، يا إما اكستريم كده، مفيش بالانس اللي في النص. والأولاد بقى بتوع الشخصية اللي هي بتسعى، اللي هي خايفة من الرفض دي، هي بتربيهم على كده. هتلاقي ولادها كمان ممكن بطريقه، او مثلا شايفينها بتعامل باباهم مثلا ان هي ايداله صوابعها الشمس، ال10 شمع زي ما بيقولوا، وبتسعى ان هو يبقى راضي في اي حاجه. لا، احنا لازم نعمل كده عشان بابا يحبنا، احنا لازم كده بابا عشان راحه بابا، عشان بابا يبقى موجود معانا. فكانهم بيستعطفوا بابا ان هو يحبهم، ان هو حب يقبل. بابا، قبول بابا، مش بيستعطفوا بس بابا، حب بابا وقبول بابا. بالظبط كده، ان هو قابلهم في البيت. احنا لا، انتوا لازم تذاكروا تجيبوا الفول مارك عشان بابا يقول عليكم ولاد شاطرين، علشان بابا يشوفني ان انا ام كويسه. في امهات بتقول كده لاولادها. احنا لازم بسرعه اكون مخلصه الاكل ورايحه التمرين وجايبه هنا ورايحه هنا وعامله هنا، عشان جوزي ما يقوليش كلمه ويحسسني ان هو مش قابلني، علشان ما اسمعش منه كلمه وحشه فاحس ان انا مرفوضه. وفي رجاله يعني اللي عندها عدم سواء نفسي بتستغل النقطه دي وبتعامل زوجاتها بطريقه استفزاز، اللي هو الابتزاز العاطفي، لان هم حاسين ان هم عرفوا حطوا ايديهم على نقطه الضعف اللي عندهم. بقت علاقة مرهقة جدا جدا للشخص نفسه اللي بيعاني منها، من الاطفال المسؤولين منها، مع الشخص الاخر. والأطفال كمان بتعاني. علاقة جدا جدا جدا. جدا. وممكن الزوج يكون مش طالب كل ده من الزوجة، هو راضي بحاجتين ثلاثة، لكن هي عايشة في دور كبير جدا وهو مش عايز كل ده، فيبقى مشفق عليها بس مش عارف يعمل لها ايه. يعني في ازواج اللي هم ربنا يكرمهم، هم عارفين ده بس مش عارفين يعملوا حاجة. ففي كل حاجة ولها الوجهين بتوعها. طيب، في بقى رقم 3، الذل والإهانة. واو، يعني ايه اكسبريشن هي؟ لو أنا صغيرة اتعرضت لموقف اتذليت فيه من أبويا وأمي، او اتذليت فيه من حد من الناس العزيزه عليا وعلم معايا، وشعور الذل ده وجعني قوي، بفضل طالع بيه، لانه بيعمل انكسار، بحس ان انكسرت قوي، فابقى ضعيف الشخصيه، ما عنديش ثقه بنفسي، مش عارف اخد قرار لاني اتذليت مشاعر مؤلمة قوي. جدا، او اتهنت. تخيلي يعني بنت او ولد في سن الشباب كده 16 17 سنه، هم من هم صغيرين لغايه السن ده، دول رايحين جايين عمالين بيتشتموا، يا غبيه شتيمة، بقى ضرب اكستريم. وشتيمة. شتيمه يعني ممكن يبقى الفاظ نابيه يعني. تخيلي وايه بقى، يا ريتهم بس جوه البيت، لا ده في النادي وفي التدريب وانا بجيبه في السوبر ماركت وانا بجيبه من المدرسه، ممكن يبقى واقف مع اصحابه انده عليه يا فلان واشتمه.
تخيل نفسية الشاب ده ولا البنت دي اللي في السن ده وهي بتتربى وهي بيستهزأ بيها بالمنظر ده، هذه نفسيتها عاملة ايه؟ لا يعني خلاص زيرو، ده كمان بيكونوا مدمرين. الفكرة كلها في انه احنا بعد كده احنا ما بنقدرش نعمل ده في البيت، فبنتنمر بره، بنشوف حد اضعف مننا بنتنمر عليه. بالظبط كده. ده لا، ما هو ده بقى ايه، احنا قلنا كل حاجة لها شكلين، ده شكل من ضمن بيظهر الكونسيكونسز، العواقب بقى بتاعت السلوك ده. انا اتهنت، اتذليت، اتضربت. وطبعا الضرب بقى برضو، الضرب يعني احنا محتاجين نتفق ان الضرب ليس وسيلة للتربية ولا للتعليم. الضرب ده شيء مهين للإنسان. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم نهونا عن الضرب. واذا كان هنضرب وقالوا يعني في آراء لا، ما هو الضرب احنا كلنا اتربينا كده. اه حضرتك اتربيت كده، بس انت عندك سواء نفسي. يعني لو جيت سألت اللي اتضرب دلوقتي، ممكن تقول لي احساسك ايه لما بابا كان بيقلع الحزام وبيضربك؟ اوف. احساسك ايه لما كانت ماما بتديكي بالقلم قدام خالته وولاد خالتك وتيتا ومش هاممها اي حد؟ لا كان في ناس بتعيط قدامي، كان في ناس بتعيط، يعني مجرد انها افتكرت الموقف بتنهار، بتنهار. فما تقوليش ان احنا كلنا اتعلمنا كده، اتربينا كده. ما تقوليش ان المدرس اللي كان بيقول لك افتح ايديك ويديكوا 10 عصايه عشان انت ما جاوبتش او نقصت في الامتحان، تقوليش ان انت دلوقتي ترفع له القبعه ان عمل معاك كده. لا لا ده في بالعكس، ما بيفتكروش. انا جات لي حاله ما بيفتكروش، بالعكس ده بيدعي عليه لغايه النهارده. في ناس انا يعني في كيس جات لي مره، شاب كده، يعني هو كان عنده حوالي 25 26 سنه. هو فاكر ان هو حول من علمي الادبي عشان خاطر مدرس، مع انه كان نفسه يخش كليه صيدله. يعني بقى المدرس ده سبب في تحويل مسار حياته كلها. بالظبط، بالظبط. يقول لي لن انسى الضربه اللي ضربها لي في وسط الكلاس قدام زمايلي وعملت فيا ايه. دي خلاص بقى، اللي هو انا ههرب منك ومن العلم كله ومن الحته كلها، مش عايز يعني، مش خلاص، خلاص. ففي حالات بتبقى يعني مواقف موجعه. في ناس هتطلع اصوات دلوقتي تقول لك انتوا اكستريم قوي، انتوا مكبرين الموضوع. لا مش مكبرين الموضوع، احنا في العصر اللي احنا فيه ده الصحه النفسيه بقت اولويه. زي ما بنقول صحة البدن أولوية، لأن ربنا هيسألنا على صحة البدن دي. عمرك في أفنيته إيه لا وصحتك ده كل إيه؟ الدكاتره قالوا ان اساس المرض الجسدي او العضوي هو اساس نفسي. كل الابحاث والدراسات مؤخرا اثبتت صحه الكلام ده. يعني لو انت بتتكلم على صحه الجسد وان عليك حق، هو قبلها في الصحه النفسيه، ده ما فيهوش في منه مفر يعني. فعلا نسبة كبيرة من الأمراض اللي موجودة في العصر ده بيسموها النفس الجسدية. هي ملهاش أي أعراض عضوية، ولكن هي الأعراض النفسية أثرت على الأعضاء بتاع الجسد. ولكن هو فكرة إن ده بقى محتاج يبقى يدخل في ثقافتنا إحنا. يعني دلوقتي أنا عندي اضطراب سلوكي، عندي اضطراب نفسي. يا جماعة ما ينفعش إن هو هيبقى كويس. لا هو مش هيبقى كويس لوحده خالص، خالص. مساعده. مساعده. ما تجيش تقول لي مراتي مكبره الموضوع، انا مش عارف هي عامله كده ليه، هي على طول بتنفجر فينا ليه، هي ليه بتنفجر في الولاد، هي ليه عصبيه. لا هو في سبب حضرتك. الاسترس نفسه اللي هي الضغط ده له سبب. اما هي معبأة بالاعباء المنزليه والادوار اللي بتلعبها في حياتها فمش قادره تتحمل لانها ما بتنفسش عن ده، لا اما هي عندها مشكله من الطفوله وماشيه معاها وصلت لدرجه ان هي بتعيق حياتها. في فما سبب. تجيش ان هي لا معلش هي عامله الموضوع اوفر ليه. لا هي مش اوفر خالص. لا ده كمان، ده لو احنا بنتكلم كمان عن الكبار، والامهات بتستغرب ان الاطفال بيبقى ليهم تصرفات ومهما قال عليها غلط ودايما بيعملوها. ألفريد أدلر نفسه قال انه ما فيش سلوك للطفل ملوش هدف، بس بالظبط. احنا ما بنسألش هو عمل كده ليه. انا مش قلت ان ده ما يتعملش طاخ بس كده. ايوه بالظبط. السلوكيات بتاعت الاطفال كل سلوك خاطئ وراه قصه، انا لازم اتتبعها هي جايه منين. هو اصل السلوك ده رد فعل، الفعل كان ايه بقى؟ ما لازم بنسألش. لازم اعرف. فلو جينا تاني لموضوع الذل والاهانه ده، احنا بنربي شخصيه تابعه، يعني ممكن تنقاد وراء اي حد لانه مكسور. عشان كده في سن البلوغ وسن المراهقه مراهقة. احنا بنلاقي الولاد بيروحوا يبقوا تابعين لناس ما انزل الله من سلطان. مين دول؟ ليه؟ لانهم شايفين نفسهم جوه بيتهم.
لانهم مذلولين. اللي بره ده الوحش اللي انتوا شايفينه وحش ده هو محسسهم انهم موجودين، بيحترمهم، لكن انت جوه البيت ذليلهم. فهو راح ينقاد بره. او بنت على اول عريس اتقدم فتحت الباب وقالت يلا بينا، مع انه في كل يعني لو بصت له بس كده شويه هتلاقي فيه مشاكل، بس هي خلاص هي اتذلت في البيت ده عايزة وعايزه تخرج. تهرب، هروب، عايزه. دفاع، وحيلة ايوه. دفاع. وممكن يبقى الولد برضو على برضو راح تزوج ولقى برضو البنت اللي متجوزها او الزوجه بتاعته برضو عندها مشاكل، بس هو عشان كان مذلول وهو صغير فهو مش عارف يقوم بدور القوامه بتاعه في بيته. او حتى لو الزوجه كويسه وهو انسان مذلول هو مش عارف ياخد قرار. يعني بيجي لي كده مشاكل في الاسر، هو مش عارف ياخد قرار. ليه؟ حاساه كده دايما كانه مكسور. ليه؟ خايف. في خوف. ليه؟ نقعد نتتبع نلاقي ان هو حصل له مشكله، ان هو كان مذلول وهو صغير، اتهان وهو صغير، فما عادش عنده ثقه بنفسه. فبالتالي هو دايما كان بيتقال له اسكت اسكت، انت رايك اي كلام، انت ما بتفهمش حاجه اصلا. طب ما هو ده نوع يا جماعه من كسر الثقه بالنفس والاذلال. مين قال ان هو رايه مش صح؟ طب اللي رايه صح مش هو صغير ما يكبر ما يبقاش له راي؟ لا ازاي؟ طبعا لازم نسمع لاولادنا ولازم نديلهم الثقه ونطبق اللي هم بيقولوه، ونديلهم اختيارات ونعزز ان انت واحد ليك مكانه، انت مهم. فممكن يبقى حد منقاد ضعيف ما عندوش شخصيه، وممكن واحد يبقى طاغي واناني طالع شعور الانتقام اللي قلنا عليه. نلاقي الانتقام كده ايه بينط معانا كل شويه. أنا ومن بعدي الطوفان. بالظبط. انتوا ما شفتوش انا حصل معايا ايه. طيب الشخصيه اللي اتعودت تذل دي، هي لو هي شخصيه انانيه وطاغيه دي هتذل ولادها، هتفضل تهزقهم، مع ان هي كانت ممكن تبقى رافضه ده وهي صغيره، ولكن هي ما عرفتش تغيره. اللاواعي صندوق الاسود خزنه زي ما هو، وفضل محتفظ بالآلام الموجعة بتاعته لغاية لما بقى عنده أولاد، فهو رافض يعمل السلوك ده، بس هو ما عندوش غيره. ما ما اتعلمش، يعرفش، ما اتعلمش وما دربش نفسه على غيره. ما تشافاش وتعافاش منه. صح. وبعدين زي ما احنا قلنا في الأول هو مش شايف إن ده مشكلة أساسا. يبقى لازم يتحمل مسؤولية نفسه، بإن أنا أبقى شايف إن في خطأ وأنا مسؤول إن أنا أغيره. بالظبط. بالظبط، لأنه لو ما تنبهش إن عندي خطأ يبقى هو كده بيجني على أولاده. وبعدين عايزة أقول لك برضو على حاجة برضو سمعتها وأثرت فيا قوي، إن إحنا لما بنيجي نربي، أنا مش بربي بس ولادي، أنا باخد نية إن أنا بربي ذرية. يعني ولادي دول هيبقوا في يوم من الأيام أب وأم برضو، فاللي انت عملتيه معاهم هم هيعملوه مع اولادهم، واولادهم هيعملوه مع اولادهم، وهكذا. هتبقى حاجه عارفه الصفات الوراثيه اللي بتتوارثها للعائلات، هتبقى دي اه. بتتربى خلاص. التربيه في العيله دي هي بتتربى كده. زي مثلا في اهالي بتبقى عندهم ان هم يستخدموا الفاظ مش لطيفه او شتايم، ده اسلوب حياتهم هزار، بيقولوا إن ده هزار. عادي. يعني مثلا انا اسفه، يعني مثلا واحد بيقول لابنه يا جحش مثلا، بيهزر معاه، ما يعرفش ان جحش دي كلمه مش لطيفه. لو ابنه حساس دي بتوجعه، دي بتألمه. الولد ده لما يكبر ويبقى أب هيقول لابنه نفس الكلام. فتخيلي بقى سلسلة متصلة. فأنا محتاج إن أنا دلوقتي ما دام أنا بقيت أب أو أم في وضع دلوقتي أنا أمانة، أنا محتاج معلش نركز مع نفسنا شوية، حلو قوي. لأن في تحت إيدينا، يعني دول مسؤولين من ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليهم. طيب ندخل بقى لرقم 4. يبقى احنا اتكلمنا على الخوف من الهجر، اتكلمنا على الخوف من الرفض، واتكلمنا على الذل والإهانة. تعالي بقى نتكلم، تحبي تتكلمي عن ايه الاول، الظلم ولا الخيانه؟ آه آه، لا، خلينا نتكلم عن الظلم. تمام. لأن ده إحساس مؤلم بيجي لي بيه الأطفال. إحساس يعني ما بتبقيش عارفة ليه. مم. الظلم احساس وشعور، يعني هو شعور تقيل قوي ان انا اتظلمت، وبيتولد معاه كمان اتحرمت. هتلاقي الولاد بيقولوا لي ايه، انا اتحرمت من كذا، انا عمري ما كان عندي كذا، اصل ابويا ظلمني، امي كانت بتفرق بيني وبين اخواتي فهي ظلمتني. انت متخيله بتبكي لما على الحتة دي علشان أنا سمعتها في كذا ولد وكذا بنت. أنا ماما بتحب أختي أكتر مني، والله العظيم بسمعها في الجلسات مع الأطفال، لأن ده تخصص مع الأطفال.
ماما بتحب اختي اكتر مني، انا بابا بيجيب لاخويا لعب احسن مني، انا تيتا بتدي فلوس لاخويا هديه اعلى مني. طب ما انا كمان موجود. ايوه ايوه. فده وتسمعي بقى ايه؟ بيزعقوا لي اكتر، اه طول النهار بيزعقوا لي اكتر. طب انت بتحس بايه لما بيزعقوا لي؟ بالازعاج. انا ببقى غضبان، ببقى عايزه اقول لهم ما تعملوش كده اصلا، بس انا بخاف. ايوه ايوه. الظلم احساس وشعور تقيل قوي قوي على النفس البشريه، وبيجي بقى بيتولد معاه مشاعر تانية. زي ما قلنا الحرمان، والحرمان بقى نحط تحتيه 50 خط، لان انا محتاجه اعرف ان في حرمان في الجانب العاطفي، في حرمان في الجانب الجسدي اللي هو الرعايه الجسديه، في حرمان في الجانب العقلي. الثلاثه حرمان دول لو انا مش واخده بالي من كل واحده، انا باثر في ابني او بنتي بطريقه لا يمكن تتخيلها في المستقبل هتعمل ايه. لا هي بتضرب في الاحتياجات والحقوق. احنا عندنا احتياجاتنا البشريه وعندنا الحقوق اللي احنا المفروض ايه بنحصل عليها من الاخر، فانا بتظلم في حقوقي وبتظلم في احتياجاتي. البنت او الولد اللي جاي يقول لك دلوقتي انا ماما ما بتحبنيش علشان بتدي لاخويا اكتر مني في المصروف. انا سمعتها مره من ولد، فبقول له ليه بيديك اكتر من، يعني بتدي اخوك ليه اكتر من المصروف مثلا. بحاول افتح معاه عشان اوسع الرؤيه واسمع منه تفاصيل، عشان هي بتحبه اكتر مني. طب ليه بتحبه اكتر منك؟ شوفي بقى تسلسل الحوار ايه. عشان هو شاطر في المدرسه. طب وانت مش شاطر في المدرسه؟ لا انا شاطر بس هو اشطر مني. طب وليه ماما برضو هتعمل كده؟ نفضل مقارنة. نعمل، وفي الاخر اكتشف ان اخوه ده اصلا اكبر منه ب5 سنين، فطبيعي ان مصروفه هيبقى اكتر من اخوه الصغير اللي اصغر منه. هو ولكن هو ما فسروش كده خالص. هو فسروا ان حقي وحقه. فسروا من حته يبقى ده حقوق، وفسرت من حته الايه الاحتياج. انا محتاجه ماما تشوفني زيه، انا محتاجه ماما تحبني زيه. فلو كانت جت وقعدت بس بكل بساطه مع الولدين وقالت لهم احنا دلوقتي عندنا مصروف، انت مصروفك هتعمل بيه ايه؟ 1 2 3، وانت مصروفك هتعمل بيه ايه؟ 1 2 3 4. يبقى في الحاله دي انت مصروفك هيبقى كذا عشان يكفيك، وانت مصروفك كذا عشان عندك مثلا مواصلات زياده بتركبها، عشان عندك مثلا اي اكتيفيتي زياده هتشترك فيه فانت هتدفع جزء من مصروفك فيه، وات ايفر بقى هيتفقوا على ايه. فانا وضحت هو ليه المصروف مختلف. لان لو سبت للطفل هو اللي يحكم مع نفسه، لا ده هيروح حته تانيه خالص. ما هو دريكرز قال لقطة في الكتاب بتاع البوزيتيف ديسيبلين، قال لقطة قوية جدا، إن الأطفال بتشوف ولكن تفسيرها للمواقف خطأ. يعني طبعا. فكرة يعني هو بيقول لك مستقبلين جيدين ولكن مفسرين مخطئين. صحيح صحيح، لان ما عندهمش خبره، ما عندهمش خبره حياتيه هيعرفوا فلما منين. حد كان بيسأل دكتور جنرال كويس جدا في اللقطة دي، احنا محتاجين دايما نقول السبب ورا السلوك. انا بالظبط عملت كده. ده عشان كذا، انا عملت ده عشان كذا. ففعليا بالظبط. ان هم مستقبلين جيدين ولكن هم مفسرين خاطئين، دي كلها تلخص كل المشاكل اللي تخص الطفل في رؤيته ونظرته للامور، الاحتياجات بصفه خاصه. بالظبط كده. فانا محتاجه عشان احط النقطه دي تكمله على الكلام بتاع جيني ويلسون دلوقتي، ان احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين ان احنا كأم وأب اراجع نفسي تصرفاتي في الحقوق والواجبات على اولادي، في جانب الرعايه وجانب المشاعر وجانب الاحتياجات، علشان ما بقاش ظالمه لحد منهم. احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعدل بين الاولاد. العدل في ايه؟ في الحقوق والواجبات. الحاجه الوحيده اللي احنا مش مطالبين بيها او مش هنعرف نعملها اللي هو الميل القلبي. غصب عننا احيانا بيبقى ايه؟ قلبك بيروح لحد من ولادك، ده ايه؟ ده بايد رب العالمين. بس انا لا افصح عنه قدام ولادي، لان القلوب بين يدي الرحمن. كنت لسه لكن هقول لك رب العالمين. يدي اقلبها كيفما اشاء. بالظبط كده. ولكن اللي في ايديا اللي ربنا امرني بيه العدل في الحقوق والواجبات والرعايه. انا مطالبه ان اعمل ده زي ده زي ده. ومع احيانا برضو بيبقى فيه برضو ايه، في طفل في البيت محتاج رعايه زياده لظرف ما عنده، فلازم اوضح لبقيه اخواته انا ليه مهتم بده زياده شويه. لا قدر الله حصل له مرض، هو عنده مشكله اتولد بيها، وات حصل له ايه، علشان زي ما انت قلتي ما سيبش ولادي يفسروا على
رؤيتهم على المنظور بتاعهم الضيق، فما يحسوش بالظلم. فده مهم جدا جدا. طيب احنا يعني قلنا في لقطة، أنا آسفة إني بقاطعك، كان في لقطة دكتور ناهد قالتها وإحنا في الأكاديمية بدرس الماجستير، كانت بتقول إن الأطفال بتقدر تعيش مع الظلم بس ما تقدرش تتعايش مع مشاعر الظلم. صحيح. فكانت الجملة دي يعني بالنسبة لي كده ماستر كي، هو يعني إيه؟ طب ما هي واحدة. الدكتورة قالت لا، الظلم حاجة ومشاعر الحاجة، الظلم حاجة تانية. بالظبط كده. فدلوقتي بعد كل التفسيرات دي بقيت مقتنعة بإن الطفل ممكن يبقى شايف الظلم ويتعايش معاه عادي، بس ما يقدرش يتعايش مع مشاعرها. ايوه، لان المشاعر بقى زي ما اتفقنا بتتخزن، ولما المشاعر تتخزن بعد فتره بتنفجر، وده التريجر اللي بيحصل بقى معانا. انت بتفتكري الموقف بمشاعره. عارفه يقول لك قلبي وجعني قوي، هو قلبك وجعك ليه ما افتكرتي كذا؟ لان المشاعر هي اللي انت افتكرتيها. ف ف ف نخلي بالنا بس من النقطه دي. ولو انا حاسه ان انا اتظلمت بقى، ما هو انا دلوقتي انا المربي، انا الام دلوقتي، وحاسه ان انا اتظلمت في حياتي. مره في برضو عميله جت تقول لي انا اتظلمت قوي في حياتي من ابويا، ليه؟ عشان كذا وكذا 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 وكذا. طب ايه اللي مخليكي مش قادره تعيشي حياتك دلوقتي؟ عشان كل ما يحصل كذا مع اولادي افتكر اللي بابايا عمله فيا، عشان كل ما يحصل كذا مع جوزي افتكر اللي ابويا عمله فيا. فقلت لها هو احنا عشان نعيش كويسين في حياتنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نشوف اصلا، نشوف الحاجات اللي انت قلتي ان انت اتظلمتي فيها دي، ونرجع لها واحده واحده ونشوف بقى تفسيرها. هل فعلا انت اتظلمتي ولا انت اللي كنتي مفسره ان انت اتظلمتي؟ ما ممكن حاجات تكون فعلا انت ظلمتي فيها، وفي حاجات تكوني انت اللي فسرتي ان انت اتظلمتي، وانت وابوكي ما كانش بيظلمك فيها فعلا، زي ما احنا قلنا. حسب يعني رؤية مثلا الشخص نفسه. فاحنا محتاجين نفكك بقى الحتت دي، نقعد بقى مع بعض كده ونقول واحد اتنين تلاته، ونحكي ونسرد ونوصل للايه، للروت كوز بتاع الموضوع. عشان انا محتاجه اتخلص من قسوه المشاعر بتاعت الظلم. فواحده واحده لما افككها هرتاح. صح. مش عايزه اقول لك ان هو هينتهي، لان انا كده بضحك عليكي، ولكن تاثيره بقى عليكي يبقى كل ما أقل. تكبري اقل. أنت كده في مرحلة كده صح، هي كده ماشية صح. بس ف الشعور بالظلم، نرجع نقول تاني، بيولد معاه ان انا عندي حرمان. الحرمان ده ممكن يبقى عاطفي، ممكن يبقى جسدي، ممكن يبقى عقلي. عقلي. انا ممكن يقول لي ايه؟ انا اتظلمت في التعليم، انا بابايا وقفني لغايه الدبلوم وخلى اخويا يخش كليه وياخد بكالوريوس، انا بابايا دخلني جامعه القاهره واخويا دخل الجي يو سي، فهو كده ظلمني. طب ما انت معاك بكالوريوس انت كمان. لا، هو ظلمني، انا ليه ادخل جامعه حكوميه واخش جامعه خاصه؟ هو ليه يصرف عليه بالالاف وانا دفع لي كام الف؟ هو شايف ده ظلم، شايف ان طريقه التعامل في التعليم معاه هو اتعلم احسن منه، طبعا مع الاحترام لجامعه القاهره. آه لان احنا كلنا معظمنا جامعه مصريه اصلا يعني. فهو شايف كده. لا انا بس كنت دي فعلا حالات بتيجي كده، في حالات فعلا بتبقى حاسة بالظلم في النقاط. كنت محتاجه اخد كورس كذا وكذا وكذا وبابا ما وافقش، مع ان اختي لما طلبت كذا راح دفع لها الفلوس. هو استخسر فيا ال 2000 جنيه بتوع الكورس، لكن راح جاب لاختي خاتم ب 4000 جنيه مثلا. مستوعبة جدا، مستوعبة إنها حالات فالحاجة بتيجي بالمنظور ده. جزء من التطور العقلي بتاعي ان انا بابا حرمني من التعليم. شايفه التعميم، بابا حرمني من التعليم، تكتشفي ان هو في كورس ما اتاخدش في التعليم مثلا. صح. فده احساس بالظلم وتفضل ماشيه بيه، وتلاقي بقى نفسك ايه بقى لما تبقي ام؟ انا اولادي يخشوا احسن مدارس، انا ابني هيخش احسن جامعه خاصه. طب يا حاجه ده جايب طب القاهره، ما تسيبيه، ولا ده عين شمس، ولا داخل ايه؟ لا، لا، خش كذا. طب ليه ما تسيبيه ياخد التجربه؟ لا، عشان احساسها بالظلم زمان، هي بقت شايفه ان كل اسماء جامعه. بتعوض إحساسها فيه. بالظبط كده. وتلاقي بقى ايه، ام او اب بيعوض الظلم ده، لو مثلا حاجه في الاحتياجات، مثلا اكل وشرب بيت لبس، مغرق ولاده هدايا وكده، فبقى في تدليل زايد. لا اما بقى ايه، بخل. شفتي الصورتين؟ لا اما تدليل، لا اما بخل. كل ما يطلبوا حاجه، كل ما يطلبوا حاجه احمدوا ربنا، هو ده احنا ايه، انا ما كنتش عندي نص اللي عندكم، لانه حاسس ان هو اتظلم زمان. فشايف ولاده دلوقتي ايه،
لا مش من حقهم، انا بقى اللي من حقي دلوقتي استمتع عشان انا ما كنت في سنهم ما كانش عندي. طب دول ولادك، ما هو عندهم كل الاساسيات، محتاجين ايه؟ طب ما ربنا وسعها عليك وسعها عليه، لا. فتلاقي ممكن اب غني جدا ولكن بالقطاره مع اولاده، ام ما شاء الله يعني بتلبس حلو جدا بس مع اولادها هم اتنين حاجتين ثلاثه وبس، ما حدش يكلمني في اكتر من كده. فهي بتشبع احتياجها اللي اتحرمت منه زمان، لكن هي وشايفه ان هي كده مقضيه مع اولادها، او العكس زي ما اتفقنا، تدليل زايد، حاجات كتير مفسده، لان هم مش عايزين يعيشوا ولادهم في تجربه الظلم المؤلم، الحرمان المؤلم. بس هما بيعملوا ده بطريقة لا واعية، بيعيشون نفس الحرمان. بالظبط. عايزه اقول لك ان بتظهر كمان بطريقه تانية يعني غريبه، انا شفتها برضو في الاستشارات. الحما مع مرات ابنها، ما تجيبلهاش، ما تعملهاش. طب ولادي، لا ولادك ما هو كويس قوي، ده امهم اللي عايزه تعمل زياده. طب دول يعني احفادك يا حاجه في ايه؟ لا كفايه عليهم كده، لان هي صغيره اتظلمت. بتوزع الظلم. او هي اقول لك بقى كمان، وهي متجوزه اتظلمت من جوزها، فليه مرات ابني تبقى احسن مني؟ شفتي صح. ممكن تبقى العلاقه ايه؟ مم. فالموضوع محتاج تركيز. انا لو لقيت نفسي عندي حاجه كده لازم ستوب مع نفسي، عشان انا هسأل على كل دول، كلكم راع وكل راعي مسؤول عن رعيته. طيب لو انا اتظلمت بقى وما بقتش اناني وبقيت مدلل، انا ممكن ابقى ايه كمان حاجه تانية، ضعيف الشخصيه، ما بعرفش اطلب اعتمادي. حقي. لا كمان ما بعرفش اطلب حقي، من كتر الظلم اللي اتعرضت له انا ما بقتش عارفه اطلب حقي. فاولادي يشوفوني شخصيه ضعيفه، كبار شويه مثلا، مثلا يعني دي حاجه برضو ايه من الحاجات الواقعيه. مثلا حد عنده ميراث، مثلا الام عندها ميراث، هي مش عارفه تطلبه من اخواتها، حصل مشاكل وما توزعش بشرع الله مثلا، فاولادها يقول لها يا ماما اطلبي ميراثك، لا لا مش هقدر. اصل هي شافت مامتها لما وهي صغيره اتعرضت لموقف مشابه، والعيله كلها قامت ايه، وقفت فيها، فهي اتظلمت ومامتها خدت الموقف ده، فانا ابقى زي ماما عشان انا مش عايزه اتعرض زي ماما بقى ايه من غير عيله مثلا. فتخش كمان معاها الظلم، يخش معاها حته الهجر، ان انا اتهجرت ما كانش عندي عيله، فتبقى ضعيفه الشخصيه. صح. يبقى انا ممكن ابقى مربي ضعيف الشخصيه، ممكن ابقى مربي اناني، ممكن ابقى مربي بخيل، ممكن ابقى مربي ظالم وانا مش واخد بالي. ممكن اكون بربي ابني على ايه، ما انا اتظلمت زمان وكان دايما ماما تيجي عليا وتضربني عشان اخويا، وانا ما كانش ليا ذنب، فانا فضلت موجوع. فتيجي تقول لابنها ايه، اللي يضربك اضربه، اللي تضربك تضربيها، ما حدش يستاهل تعملي عشانه كذا. الكلام ده بنسمعه. فتيجي تقول لهم لا ده مش اسلوب تربيه، انت ما حسيتيش باللي انا حسيته زمان، انت ما تعرفيش حاجه. هو انا ما حسيتش باللي انت حسيتيه حضرتك، بس هو مش معنى كده ان انت اللي صح. لا بيبقى في كده. لا انا صح، انا عارفه انا بعمل ايه. بالظبط. ففي الحاله دي الجدال خلاص بقى بنوصل لمرحله انا عارفه ان الشخص اللي قدامي ده عنده مشكله، فانا بحاول اوصل له بطريقه بقى لطيفه ان في مشكله حضرتك محتاج مختص معاك. صح. او لو انا المختص بقى ببتدي ايه احاول الفت انتباهه ان لا حضرتك يعني محتاج مساعده. طيب ده كان الظلم، احنا طولنا فيه شويه لانه مؤلم قوي وشديد قوي. هندخل بقى اه في لا، خطير بجد. فكره الخيانه، ان انا ممكن اتخان كطفل. اه ممكن اتخان كطفل. الطفل امتى ممكن يقول انا اتخنت؟ ما عنديش ثقه في بابا وماما تاني. يا لهوي دي كلمه تقيله قوي. جدا. وعايزه اقول لك سببها دلوقتي ما تعرفيه، هتلاقيه بسيط قوي. ممكن بابا وماما يوعدوني بحاجه ما يعملوهاش، فتتفسر جون. عندي، في الجون. تتفسر معايا ان انا اتخنت، فلا يمكن اثق بابا وماما تاني. عشان كده الحاجه المتعارف عليها يقول لك ايه، ما تقوليش ان شاء الله، لان الاطفال عرفوا ان كلمه ان شاء الله اللي هي المفروض ان احنا بنقدم المشيئه مش هتحصل، مش هتحصل. فسبحان الله، فتخيلي حاجه بسيطه زي دي هي ممكن تفقد الثقه عند الطفل او عند الشاب ان باباه ومامته بيخونوه.
مش وكل قد الكلام اللي هم بيقولوه فمش هصدقهم. لا خلاص بقى. او انا مثلا ايه، قول لي يا حبيبي مش هقول لحد، وتلاقي ماما CNN. بس والله العظيم جات لي حالة الأم بتتعفرت بإن ابنها ما بقاش يحكي لها زي الأول حاجة، فتقعدي تتكلمي بقى معاه بعد شوية حلوين كده وتوصلي معاه لعمق عمق عمق الموضوع، تلاقي إن هو كان نبه عليها ده سر بينها مش يعرفوا، وداخل فيهم من باب البيت من المدرسة لقى مامته بتكلم خالته بتحكي له السر التفاصيل. بخ. بس انتهى، انتهى، جسر الثقة اتقطع. اتهد. بس خلاص من بقى. هنا والولد رفض تماما يبقى يحكي لها اي حاجه كان بيحكي لها مثلا يعني هو بيحكي لها فعلا عن موقف هو كان حاسس بمشاعر ناحيه في الفصل وان دي حاجه بالنسبه له جديده عليه، فماما بيتكلم شفتي الولد كبر وبقى بيحب على نفسه بس بس هو بصي وحاسه بكسوف وحاسه ماما خانتني وازاي تقدر تقول حاجه المفروض تستأذني، انا منبه كمان انا منبه عليها ده سر بيني وبينك ما يطلعش لحد. ايوه ايوه جاي ايوه. اخش من باب البيت الاقيها بتتكلم مع خالته بتقول لها ده الواد كبر وبقى بيحب على نفسه، متخيل؟ حاجة صادمة صادمة صادمة. فتخيلي المفهوم بتاع الخيانة، مش الخيانة اللي احنا عارفينها بقى مفهومها المعروف، لا ده خيانة دي ان انا اتخنت، انا السر بتاعي اتفشى. ماما ما عرفتش تحافظ على السر. بابا ما عرفش ما يقولش لماما، انا قعدت اقول له. يعني مثلا الولاد اللي بيشربوا سجاير وهم صغيرين، فالاب مثلا يجي يقول لهم ايه حصل ايه كذا كذا كذا، فخلاص انا عرفت خلاص، تلاقي بقى بابا قال لماما وقال لعمه وقال لخاله وقال للبواب وقال مش عارفه لمين وقال مين. اتفضحت. اتفضحت، هو بيبقى عنده كده، دي فضيحه، انا اتخنت واتفضحت الاثنين. دي حقيقة. فالموضوع يعني انا ممكن يبقى عندي بقى شعور ان انا اتخنت دي وما ما اقدرش اثق في حد، اذا كانت امي اللي اسمها امي ما عرفتش تحفظ سري، فمين الصديق اللي هيحفظ السر، مين الزوج اللي هيحفظ السر، او مين الزوجه اللي هتحفظ السر. فتيجي بعد كده في العلاقه بقى بين الزوج والزوجه، تلاقي مثلا جوزي ما بيتكلمش خالص، ما بيقوليش اي حاجه. كتوم. ليه؟ هو كده، يعني هو قليل الكلام مثلا، ما اعرفش. لا هو بيتكلم بس هو ما بيقوليش اي حاجه خاصه بيه. او العكس، مراتي ما اعرفش عنها اي حاجه. ليه؟ هي ما بتتكلمش، هي طبيعتها هاديه، لا ده تمسك التليفون طق 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 تحكي كتير بس ما تقوليش اي حاجه. لان هي شافت مثلا وهي صغيره بابا قال لماما حاجه وماما راحت حكت لخالته مثلا، فخلاص اتضربت. او العكس، هو شاف بابا راح حكى حاجه عن ماما فخلاص الثقه اتضربت. ده لان انا رحت قلت لماما هتروح تقول لخالته فانا مش هقول لماما اذا كانت ماما بتقول سر بابا. بالظبط بالظبط. شوفي يعني هي سلسله، فهي احنا شكلنا كأم وأب او كزوج وزوجه، احنا في دورين بنلعب، بيأثروا ازاي على تربيه اولادنا، وبيأثروا فينا احنا ازاي الاول. يعني احنا بتأثرنا فبالتالي بنأثر في تربيه ولادنا. او بقى تيجي ايه الام، يعني ايه بنتي ما تحكيليش، ما هي خايفه، هي حاسه ان هي عامله حاجه، هي مش عايزه تفاجئ في الاخر ان بنتها عامله حاجه، ان هي مش متخيله. يا حبيبتي سيبي لها مساحه خصوصيه، طب حصل حاجه بينكم، طب انت قبل كده مثلا افشيتي سر ليها او حاجه، لا ما عملتش حاجه وانا معقول اعمل كده، نقعد نتكلم نتكلم. ده مره سمعتني وانا بقول لصاحبتنا واحنا في التمرين، يا حبيبه قلبي طب ما خلاص هي دي، هي اتخانت، فلا يمكن تحكي لك على حاجه بعد كده. اتمنى يكون 5 حاجات عن كانوا. انعدام الثقة بين الأولاد والأهل بدرجة قوية، يعني مخاوف وأخطاء هي بتتعمل كده مننا بلا وعي وبتلقائية، بس هي مش بتدمر الناس بس ده هي خلاص احنا أيوة. مش بوظنا احنا دمرنا. في حته صغنطوطه هضيفها في حته الثقه والخيانه، لما مثلا الام تقول لاولادها ما تقول حاجه اللي جوه البيت ما يتقالش، وبعد كده الاولاد يسمعوا ماما بتحكي لتيتا على كل اللي حصل. ايه التناقض ده؟ ماما خاينه، ماما بتطلع اسرارنا، هي مش ماما قالت ما تطلعوش سر البيت، ازاي ماما بتحكي؟ هي ممكن تكون ماما ساعتها كانت متضايقه فبتحكي لتيتا او بتاخد رايها في مشكله، بس هما مش عارفين يفسروا.
مثلا. نرجع تاني لنفس النقطة ان هم مستقبلين جيدين ومفسرين خاطئين. بالظبط كده، بالظبط كده. فممكن يبقى حقيقه ان ماما بتحكي كل حاجه فبتطلع الاسرار، وممكن تكون حاجه تانية ان ماما بتقول حاجه، فانا لازم افسر. يعني لو حصل ده مني انا كمربي لازم افسر او اخد بالي. ماما انت طلعتي اسرار البيت، يبقى انتبه، يبقى انا فعلا بطلع اسرار البيت. لو دي حاجه فيا اصيله يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل خيانه. فما اجيش اقول لهم ما تطلعوش اسرار البيت، لان هي كده اتضربت عندهم، او خلاص بقت الصوره الواضحه ان ايه المشكله ما اطلع اسرار البيت. ما يجيش جوزي بقى في المستقبل لما يسمعني بحكي لامي عن حاجه البيت، انت بتخونينا، انت بتطلعي اسرار البيت بره. فالثقه تنهار بين الزوج والزوجه. صح. children see كمان children do. فهي تبقى عارفه ايه بقى، هي مش واخده بالها، هي اتعودت على ده. هي مش عارفه ان دي مشكله، ان دي تعتبر من افشاء الاسرار. هي مش واخده بالها، مش عارفه ان ده ممكن يكسر الثقه مع جوزها. فهي لازم ايه؟ الارم يدق دلوقتي، انا عندي حاجه غلط هتاثر على علاقتي بزوجي وهتاثر على علاقتي باولادي، لان ولادي هيقلدوني. فتبقى حاجه متسلسله. صح. children see children do. بالظبط كده. آه. طب عشان نتفادى بقى كل الأخطاء دي، هرجع تاني هيبقى عليكي سؤال مهم قوي، لأنه أنا اديت كذا سؤال زي العصبية مع أطفالنا نقلل منهم ازاي، ونفس الأخطاء بيتكرروا منا ومنهم. هرجع تاني لنفس البوينت دي تاني. دي أخطاء متكررة مننا نقدر نوقفها بالخطوات اللي أنت قلتيها. 1، إن إحنا اوريدي ما نعلقش أخطائنا على شماعة بابا ماما، أو خلاص إحنا الماضي ده بالنسبة لنا دروس أو lessons إحنا بنتعلم منها، نرجع نعيش في الحاضر بتاعنا. نمبر 2، احدد المشكله بتاعتي. انا عصبيه، ابتدي فكره العصبيه دي كبيره قوي، حلو. فحدد العصبيه بتاعتي دي في ايه. انا عصبيه في الحته دي ليه؟ بتعصب في الحته دي ليه؟ هل علشان انا شايله ريسبونسبيلتي او حاجات كتيره؟ هل انا مثلا لما بيعملوا ده فده بيتارجت او بيعمل معايا تريجر لحاجه قديمه مش عايزاهم يعملوا عشان انا ما يتعرضوش لنفس الموقف اللي انا اتعرضت له؟ فحدد المشكله، امسكها كده ورق وقلم واكتب. يعني دايما باجي اقول يا جماعه فكره الورق والقلم مش بس علاج كتابي احنا درسناه واحنا في الماجستير، لا هو كمان بيساعدنا ان احنا نفرغ كل الافكار الموجوده. ثالث حاجه ان انا دايما اسعى لحل المشكله في الدايره القريبه مني عن طريق ان أنا اختار شخص موجود فيه. يعني الثقه ثم الثقه ثم الثقة، لان انا بمر برحله علاجيه فيها تعافي بقى، نتعافى. ورقم 4 ودي مهمة جداً، الممارسه، ان انا ابتدي اعمل تريننج لكل الحاجات اللي انا ابتديت عقلي ياخدها كتولز او استراتيجيات انا بستقبلها بقى من الشخص الثيرابيست او الكوتش او الدكتور اللي انا موجوده معاه. انا باخد وقتي في الممارسه، بختبرها اشوف ايه الصالح ليا في الوقت ده وامشي عليه، وايه اللي بالنسبه لي عليه دلوقتي فاعمله سكيب او تبقى مؤجله. ورقم 5 ودي اخر واهم خطوه، بان انا اخد وقتي في التدريب، اسمح لنفسي بمساحه. وقبل ده كله، قبل الخطوات العمليه كلها واللي هيقدر يساعدنا عليها، انت قلتي احلى جملتين: استعين بالله سبحانه وتعالى يا رب، عشان هو يعني اللي خلقنا واعلم بينا واعلم بكل حاجه احنا بنعملها، وان احنا دايما نجدد نوايانا بانه احنا بنعمل عشان نبقى احسن ولادنا، ان هم يبقوا افضل، وان انا كمان ابقى مربي جيد، وان انا راعي مسؤول عن ولادي، فكلكم راعي، كلكم مسؤولين عن. والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لان الدعاء هو اللي بيغير الاقدار. انا بعشق الدعاء والالحاق فيه بصراحه يا جماعه، يعني دي حته انا بالنسبه لي فيها اقعد صح كده. والصدقه دي يا جماعه صح، انا جربت الصدقات في حاجات كتيره قوي تخصني وتخص اسرتي الصغيره وعيلتي الكبيره. صح، مفيش حاجه كنت عايزاها من ربنا الصدقه والصدقه، ولو يا جماعه مش عايزه اقول بجنيه، بجنيه حقيقه. باب كبير من الفتح. كل ده بنسميه ايه بقى؟ انا بسميه سعي. ايوه، واخذ بالاسباب. بالظبط، سعي. ربنا بيحطنا في الحياة دورنا السعي، كل ده سعي. سعي بقى في الأدوات، سعي بقى في طريق ربنا، سعي بقى في إن أنا بدور إيه الأخطاء وبس. سعي جاي من سعة، من براح، اللي إحنا بنوسع على نفسينا الطريق. عارفة بقى اللي هو أمهاتنا اللي دايما بتدعها لنا واحنا بندعي لاولادنا: يا رب روح يا ابني، لا ربنا يفتحها في وشك، روح لا يا رب يوسعها عليك. عارفة اللقطة دي؟ اللي ايوه.
زي ما حسن مصطفى الله يرحمه فصحيح بتقول اللي هو ادعي لي يا زينب، اللي هو افتحها 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 ان شاء الله افتحها على دماغي، ادعي لي يا زينب. عارفه الاحساس ده؟ ايوه ايوه فعلا. فعلا ربنا فعلا يرزقنا يا رب حسن السعي وحسن التوكل وحسن الاخذ بالاسباب، ويجعل لنا دايما كده في طريقنا واحنا في الرحله حد كده ينور لنا حاجه، لان احنا في أكيد. الحياه دلوقتي مع الصعوبات اللي احنا بنشوفها ومع التحديات الكتير قوي ان احنا بنشوفها، سواء احنا مربيين او احنا اشخاص لسه ربنا ما انعمش علينا ان احنا بقى مربيين، احنا نفسنا عندنا تحديات مع نفسنا، فاحنا محتاجين اعانه الله عز وجل عشان نقدر نتغلب على هذه التحديات. ونفتكر ان التربيه امانه، وان احنا نؤجر عليها، وهنسال عن اللي احنا عملناه في ولادنا، وهنسال برضو احنا عملنا ايه مع نفسنا، لان احنا ولا تزر وازره وزر اخرى، فكل واحد مسؤول عن رحلته، كل واحد مسؤول عن نفسه. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتزكى، فالتزكي رحله التزكيه ما بتقفش، دي رحله طويله بيحصل لنا فيها ايه ups and downs كتيره، فاحنا محتاجين كل ما نقع نبقى عندنا تفاؤل واستبشار ان احنا نشوف اسك فور هيد مين يقدر يشدنا عشان نكمل الرحله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. وربنا يحفظ لنا اولادنا يا رب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. في دعوة دايما بدعية لكل الناس اللي انا اوريدي بحبها انه يا رب ينفع بيكي ويستخدمك ولا يستبدلك، ودايما يا رب يا رب يا رب يصلح ما بينك. اللهم امين، ولك المس وزياده يا حبيبتي الكل يتفرجوا علينا ويجعلها يا رب كده علم ينتفع بيه يا رب ان شاء الله باذن الله. يا رب. انا كنت مستمتعة بالحوار برغم ان انا اوريدي يعني مبسوطة بان انا يعني بكمية المعلومات اللي اتقالت. انا استفدت وفرقت معايا ونورت جوايا لمبات كتيرة وحسستني انه لا، هو دي حاجة حلوة، او دي حاجة انا مبسوطة بيها وفخورة بكل المعلومات اللي اتقالت. انا نفسي كنت مبسوطة باللقاء النهاردة ومستمتعة جدا بيه، وممتنة جدا ان انتي قبلتي دعوتي، وتأكدي ان احنا بجد لازم هنعمل لقاء تاني، لان اللهم بارك انتي عندك حلم غزير وقوي وعميق ومربوط بحياتنا بطريقة سلسة وسهلة وبسيطة، واي مشكله هنقع فيها هنلاقي اكيد حل فيها معاكي. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا اللي سعيده جدا يا روح يعني انت سمحتي لي ان انا اكون معاكي وان احنا كده نفكر مع بعض وان احنا نقول حاجه تقدر تفيد اي ام اي اب اي حد ان هو يتعامل بطريقه جديده في حياته، لان احنا يعني سبحان الله يعني العلم لابد ان يعلم، يعني لان هو ما ينفعش، ده رزق، فالرزق لازم يبقى متعدي مش عندي بس نفع متعدي، فان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ان احنا خلال ساعه وحته كده ان احنا نقدر نعمل حاجه، فيا رب يا رب تبقى مفيده، وندعو بقى اي حد شايفها مفيده ان هو يشير مع غيره ان هو يفيدها عشان يبقى ان شاء الله علم ينتفع به فعلا باذن الله. وطبعا يسعدني بقى لنا لقاءات اخرى وربنا يرزقنا يا رب ان شاء اه الله. ده لازم، انت فاكره ان انا هسيبك؟ لا خلاص، يعني عارفه، امسك خلاص. راضيه يا روح خلاص ان شاء الله. امسك، مش هسيبك. ان شاء الله باذن الله انتظرونا انتظرونا داليا وروح. صح صح، ده لازم، ده احنا هنعمل بعد كده كومبو مخصوص للقاءات دي لازم. ان شاء الله ان شاء الله ربنا عليكي يا كريم. رب. تسلمي بجد يا داليا، ومبسوطه ان انا كنت معاكي، ويا رب ينفع بيكي دايما. اللهم امين ولك مثل وزياده، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.